هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل اكله مصريه على اصولها. هنعمل البصاره المصريه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنقول فيها سر لون البصاره اللي ما بيغمقش معايا، وسر لون البصلايه الفاتح الجميل دون. بصوا جمال البصاره، جميله جميله جميله، طعمها وريحتها تحفه. وطبعا عملت جنبها مخلل طماطم كل تفاصيلها وكل تكاتها هنعرفها مع بعض في طريقة البصارة المصرية بكل تفاصيلها. يلا نبدأ ونشوف احنا عملنا جمال البصارة دي ازاي، واللون يطلع معايا فاتح كده ما يغمقش ازاي، وهي الحركات والتكات. ونبدأ ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم النهاردة مطبخ الإسراء. هنعمل مع بعض البصارة يا حبايبي، أكلة مصرية على أصولها، طبعا من غير لحمة من غير فراخ. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وأكلة حرشة كده بتفتح النفس وجميلة جدا جدا، وإن شاء الله هنعملها مع بعض، هتكون سهلة وبسيطة وهتحبوها. يلا نقول المقادير بتاعتنا حبايبي. أنا عندي ربع كيلو فول مفصص أو مقشر. بصوا نقعته نص ساعة في المية، بصوا، وغسلته كويس وصفيته. وعندي بصل، وعندي توم، وعندي كزبرة وبقدونس، وعندي بصل متقطع رفيع جدا عشان هحمره احطه على وش البصارة. والتوابل بتاعتي كزبرة، مرق دجاج، ملح، فلفل اسمر. يلا نروح على البوتاجاز عشان نشوف احنا هنعمل ايه يا حبايبي، وهنعمل بصارة مع بعض ازاي. بصوا يا حبايبي، انا هحط الفول المفصص بتاعي او المقشر بتاعي. عندي ميه، حطيت الحله بتاعتي وحطيت فيها ميه على قد تسويه الفول بتاعي. تمام كده اهو كده، اقلبه كويس. وهحط البصل، مكوناتها بسيطه وطريقتها بسيطه جدا. وهحط الثوم، وهحط البهارات بتاعتي اللي هي مرق دجاج وملح وكزبره وفلفل اسمر. تمام كده، واسيبهم يستووا مع بعض بقى، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد ما يستووا. تمام كده يا حبايبي، هغطي عليهم واسيبهم يستووا. بصوا يا حبايبي، على ما البصاره بتاعتنا تستوي هنحمر البصلايه اللي احنا هنحطها. بصوا البصاره لازم اخلي الفول بتاعي يتهرس خالص عشان لما اضربه في الخلاط يبقى ناعم معايا. بصوا طبعا انا مش هحط الخضره دلوقتي، وما بحطش الا بقدونس وكزبره علشان الشبت بيسمر البصاره معايا. تمام كده، هجيب البصلايه اللي انا مخرطاها جوليان كده ناعم، وانزل بقى احمرها بقى على ما البصاره بتاعتي تخلص كده. البصاره بتاعتي ما تخلص اسيبها تهدى خالص، وبعد كده اضربها قبل ما اطفي عليها، اروح حاطه لها الخضره بتاعتها علشان تفضل خضره ومنعنعه معايا كده في البصاره ما تغمقش. الخضار لما بنحطه مثلا في المحشي وهو الرز ساخن بيسمر الخضره. برضو لو حطيناه في البصاره وهي سخنه وهي بتغلي كده على البوتاجاز هيسمر معايا البصاره. فانا طبعا سويتها اهي. بصوا هروح جايه عامله ايه، هروح حاطه الخضار بتاعي كده، وهطفي البوتاجاز. تمام كده عشان يفضل بريحته ولونه وطعمه كده، واقلب تقليبه كده، واروح مغطيه عليها واسيبها تبرد بقى. هنعمل البصلايه بتاعتنا وبعد كده نرجع لبعض تاني نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي البصلايه بتاعتنا، بصوا نفس الخضره بنفس اللون بتاعها ازاي، بنفس الخضار. هنفرمها بقى في الخلاط، هنسيبها تبرد ونفرمها في الخلاط ونرجع لبعض تاني، او عندك هاند بلندر بتفرميها بيه. تمام كده، هنرجع لبعض تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي البصلايه بتاعتي انا حمرتها طبعا، والبصاره بتاعتي بصوا لونها جميل ازاي، ولونها جميل اخضر كده منعنع ازاي، علشان خاطر انا خليتها الخضره في اخر حاجه. تمام كده عشان البصلايه بتاعتي تفضل مقرمشه كده، بصوا ولونها حلو كده. هروح جايه حطاها في مصفى. تمام كده، واخد من الزيت اللي انا حمرت فيه البصلايه، واحط على البصاره كده. بصوا عشان تاخد طعم البصله برضو في قلب البصاره من جوه. تمام كده يا حبايبي، بصوا واقلبها كده
واغرفها في الاطباق. بعد كده ايه هنشوف طريقه التقديم بتاعتنا هتبقى ازاي. بصوا ما اقولكوش على الطعم والريحه. بصوا اللون، بصوا لون البصاره جميله جدا جدا جدا. نغرفها ونرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايبي هغرف البصاره بتاعتي كده على طول، طول مطفي عليها علشان خاطر ايه ما تجمدش مني في الحله. تمام كده. طبعا بقدم جنبها بتنجان مخلل، طماطم مخلل، فلفل مخلل، اي حاجه مخلله. طبعا حبه بصل كده. بصوا الجمال، جمال البصاره. هكمل بقية غرف البصاره ونرجع لبعض تاني نشوف طريقه التقديم. ودي يا حبايبي البصاره بتاعتنا بعد ما غرفناها. بصوا خللت جنبها طماطم، دقيت توم، في اخضر، فلفل احمر وفلفل اخضر وفصين توم، وحطيت كوز بتاع ملح وكزبره وكمون طبعا، وخللت بقى الطماطم كده جنب البصاره. بصوا يا حبايبي جمال البصاره، بصوا الجمال. بصوا طبعا الكاميرا ما ظلمها والله. بصوا، بصوا لون البصاره ولون البصلايه من بعيد بتبان انها سمرة. بصوا جميلة جميلة جميلة. يا رب طريقتي تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمة الحلوة اللي بستناها منكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.